برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. أهلا بيكم، أنا إيمان الحريري وده راديو برونتو، صوتك سابق بخطوة. مشاكل في حياتنا محيرانا، مش عارفين نخلص منها ولا نحلها. مع بعض بالتفكير هنقدر نعرف حلها إيه. برنامج حلها إيه؟ حلها إيه يا بني آدم؟ حلها إيه يا مواطن؟ حلها إيه يا راجل أنت؟ مشكلتنا هنتكلم عنها النهاردة وبندور على حلها، هي حرب الشائعات. الإشاعات اللي بتطاردنا في حياتنا، بوستات، لينكات، أفلام وثائقية جايلنا من اليوتيوب، أخبار لمواقع مجهولة الهوية، حتى أسامي كده براقة وشكلها بتتكلم في مواضيع دينية أو رومانسية أو حاجات فيها فكر وفلسفة، وبعدين نفاجأ إن فيها سم في العسل. كمية من الإشاعات بتتحدف علينا من كل ناحية، مش عارفين أولها ولا آخرها. أبسط حاجة تلاقي واحد مثلا مش معروف بيتطفل على حد مشهور أو نجم عشان يطلع معاه في الصورة ويتشهر ويبقى ترند، ويطلع في الآخر مزوق عليه. أو حتى واحد يعمل بونت شهامة ويبقى متسجل ومتصور، يا والله وهو مش عارفة بيجيب القطة ولا هو بينقذ طفل ولا هو بيعمل إيه، وبعدين بعد كده نفاجئ إن كل ده تمثيلية ومعمول علينا عشان واحد عايز يطلع ترند أو عايز يوصل حاجة معينة أو يوصل رسالة معينة. كمان كمية الأخبار المغلوطة اللي بنعيش فيها، ده وزارة التموين هتمنع كذا، ده هيعملوا كذا، ده هيزودوا فلوس كذا، ده هيخصموا كذا، ونعيش فيها ونعاني سنين وأيام وشهور، وبعدين بالآخر نكتشف إن كل ده فيستك. كل ده حرب نفسية، حرب نفسية أنت كمواطن عادي بتتعرض لها، بر وجو وأرض من كل ناحية. طب أنا أعمل إيه؟ أنا كمواطن أعمل إيه عشان أقدر أحمي نفسي من الحرب دي؟ الحل الحقيقة بسيط جدا، بس احنا مش بنفكر فيه. الحل ان انا اتابع كل ما هو رسمي ومضمون، المواقع الرسميه للوزارات، مواقع رسميه للهيئات الحكوميه. في حاجه اسمها في بلدنا اسمها الهيئه العامه للاستعلامات، المفروض ان دي مصدر المعلومات الموثق من الدوله، اي حاجه طالعه منها المفروض انها موثوق فيها. طيب يبقى انا هتابع المواقع الرسميه. تاني حاجه اعملها ان انا منشورش اي حاجه، منشورش اي حاجه تقابلني على السوشيال ميديا من غير ما اتاكد انها حقيقه، من غير ما ارجع للمصدر الرسمي واتابعها. ولو لقيت بقى صفحة مشبوهة أو بتنشر حاجات سياسيا غلط، علميا غلط، طبيا غلط، أخلاقيا غلط، أعمل إيه؟ أعمل لها ريبورتات، أعمل لها بلاغات، أنبه أصدقائي. لازم أنا أبقى حريص جدا على كل حاجة آخد منها معلوماتي أو أي مصدر معلومات أعتمد عليه وأتأكد إن هو صح. النهاردة اللوجو بتاع القنوات بيتضرب، أي حاجة على الفيسبوك بتتضرب، ناس عاملة نفسها دكاترة وبتطلع تفتي، ناس عاملة نفسها خبراء استراتيجيين وسياسيين وبيطلعوا يفتوا. كل ده خطر، كل ده حرب أنا بتعرض ليه. أصدقائي ربنا يسلم، وإن شاء الله هنعرف نتصرف وما نتعرضش لحرب الشائعات ولا نبقى ضحية ليها، ونبطل نسأل حلها إيه. كنت معاكم إيمان الحريري على راديو برونتو، برونتو صوتك سابق بخطوة.